السلام عليكم. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجه اسمها ايرو فانكشن او الفانكشن السهمي. الفكره ان سنه 2016 اتقدم نوع جديد تقدر ان انت تكتب بيه الفانكشن باسلوب اسهل في القراءه وابسط في الكتابه. بكل بساطه احنا هنروح نعمل فانكشن اسمها جريتنج. الفكره من الفانكشن دي ان هي بتاخد اسمك وتقول لك هاي كذا. فاللي انا هاجي اعمله ان انا هعملها بالشكل ده، هقول له كونست جريتنج بتساوي، وبعد كده هقول له هنا فانكشن، وهقول له هنا ان احنا بناخد النيم. والفكره بس ببساطه ان انا هقول console دوت لوج هاي، وهروح حاطط الاسم ده بلس نيم. لو جينا شغلنا الجريتنج دي وهدي له اسمي، هقول له هنا سينتاكس بالشكل ده، هيقول لي هاي سينتاكس. في اسلوب احسن نقدر نكتب بيه الفانكشن دي، وهي بكل بساطه ان احنا بعد ما نعمل جريتنج وناخد الارجيومنتس بتاعتنا ان احنا نستخدم سهم بالشكل ده، نشيل كلمه فانكشن تماما ونحط بدلها سهم. دي فكره الايرو فانكشن. نقدر ان احنا نختصرها اكتر بان احنا نعملها بالشكل ده على سطر واحد بالشكل ده، ونعملها بالشكل ده. لو جيت هنا قلت مثلا ان الايدج، وقلت بلس يور ايدج از بلس ايدج، ورحت قلت وليكن 50 بالشكل ده، هتلاقوا هنا هاي سينتاكس، نعمل هنا سبيس يور ايدج از 50. زي ما انتم شايفين ازاي تم اختصار شكل الفانكشن بشكل كبير. يعني الفانكشن ده كان شكلها فانكشن السم دي، لو حابين ان احنا تكون ان احنا نخليها ايرو فانكشن، هنروح شايلين الفانكشن نعمل لها سهم بالشكل ده، ناخد الريتيرن فاليو نحطها هنا ونشيل الكلام ده ونشيل حتى كلمه ريتيرن. فهو هنا بيبقى عارف ان هي فانكشن، وكلمه فانكشن خلاص هو بيتعامل معاها، وبيبقى عارف ان ده الريتيرن بتاع الفانكشن. لو كنا جربنا السم هنقول له هنا console دوت لوج اجمع لي 10 وواحد، مفيش مشكله، 1 و10، هتلاقوا ان هو جمع 11 مفيش اي مشكله. فانتوا شايفين اختصار الشكل بقى عامل ازاي، شايفين الفرق ما بين شكل الفانكشنز. حتى الفانكشن دي لو اختصرناها انتوا متخيلين شكلها هيكون عامل ازاي. لكن الايرو فانكشن مش مناسبه لكل حاجه، علشان اكون صريح، لان هنا مثلا مش عايز اقول ان الايرو فانكشن مش مناسبه ليها. احنا ممكن نعملها ايرو فانكشن بس في اختلاف جوهري، وهي حاجه اسمها this دي هنتكلم عنها قدام شويه. وفي نفس الوقت انا حابب اقول ان الايرو فانكشن مناسبه انت بتكتب فانكشن صغيره بتعمل حاجه مباشره، اعملها ايرو فانكشن. لكن في فانكشنز ثانيه، في فانكشنز معذره ثانيه هيكون احسن ان انت تعملها بالاسلوب العادي، لان انت مكتوب جواها كود كتير، فانت عايز تضمن ان هو ما بين البرانسز دي دلوقتي ده مقروء لان هو بسيط. لكن في فانكشنز ثانيه بتكون كبيره. هنتكلم عن اختلافات جوهريه اكتر بخصوص فكره الايرو فانكشن، واللي هتساعدك ان انت تحدد امتى تستخدمها وامتى لا. لكن في العموم لو انت لقيت عندك ان الفانكشن بتاخد بارامترز واضحه، الريتيرن بتاعها واضح، ستريت فورورد، ما فيهاش حوارات كتير، استخدم الايرو فانكشن. هنتكلم عن اختلافات وحاجات اكتر عن الايرو فانكشن والفانكشن في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.